طيب نيجي يا جماعة لتعاقدات الزمالك لحد دلوقتي، واللي طبعا شغلت كتير جدا من محبي الكرة المصرية عامة ومتابعي الكرة المصرية ومحبي الزمالك على وجه الخصوص. آه الزمالك طبعا تخلى عن مجموعة من اللاعبين لحد دلوقتي، تخلى عن يوسف أوباما. أنا مع الأمر ده حقيقي، لأن يوسف أوباما خلاص طلع كل اللي عنده. يوسف أوباما مش في المود ولا في المستوى الأمثل. يوسف أوباما من اللاعبين اللي أنا اكتشفتهم الحمد لله من بدايتهم، وأكدت على إمكانياته المتميزة، ودايما كنت بقول عليه ده راشفورد، ده ماركوس راشفورد الزمالك أو الكرة المصرية. لكن أقدر أقول حاجتين ساهموا في المستوى اللي وصل له اللاعب. الحاجة الأولى على اللاعب نفسه نسبة، مش عايز أقول كبيرة، أقول 40%، وال 60% أنا يعني بعوزها أو يعني بحيلها على إدارة الزمالك المتعاقبة الفنية، وإدارة الزمالك أو إدارات الزمالك الإدارية اللي هي خاصة بإدارة النادي، اللي ما قدروش يحافظوا على لاعب زي ده. لأن كان حتى لو أنت فنيا المدير الفني مش قادر يفهم إمكانيات اللاعب، مش قادر يتعامل معاه، يبقى أنت لازم إن أنت آه، تحمي اللاعب بتاعك لو إن كان هو فعلا لاعب متميز. ده المفروض والطبيعي، لأني ذكرت كتير جدا قبل كده يا جماعة إن الإدارات الفنية زائلة مش هتقعد. في منها اللي بيقعد سنة، في اللي بيقعد أقل من سنة، في اللي بيقعد مباريات معدودة، في اللي بيقعد أكتر من سنة، أيا كان. لكن اللاعب هو اللي بيستمر أكتر. مش معنى كده إن أنا بنصر اللاعب على المدرب، لا طبعا. أنا بقول إن لازم يكون أسلوب التعامل يناسب اللي أنا بقوله دلوقتي. أوكي. فيوسف اوباما انا دلوقتي مع رحيله السبب ان خلاص يعني الاجواء مش مساعداه. اللاعب مش واخد الدعم الكافي من الاداره، ومش واخد الدعم الكافي من الاداره الفنيه كمان، او الاداره الفنيه المتعاقبه. هو كمان بقى في نوع من الكسل من ناحيته. فخلاص انا شايف هو افضل حاجه، لكن انا مش مع تعاقد بيراميدز معاه نهائيا. يعني بيراميدز بيعمل كوارث كوارث يا جماعه، كوارث بمعنى الكلمه في التعاقد مع اللاعبين. وبالذات انا اسف في اللفظ، يعني انا مش بحب كلمه مطاريد والكلام ده كله، لكن اللاعبين اللي زي دي عن حاجه الفرق ما يسمى قطبين الاهلي والزمالك. يعني ليه انت دايما بتدور في فلك الاهلي والزمالك؟ يعني إيه الميزه انت بتطلعها؟ اديك الايام اثبتت الكوارث اللي انت عملتها من التعاقد الرباعي ولا الثلاثي اللي كان مع لاعبي الاهلي، احمد فتحي وشريف اكرامي ورمضان صبحي. واثبت فشل مش ذريع، فشل مدوي بمعنى الكلمه، ومصاريف خرافيه تم دفعها في الثلاثي ده، وما استفدتش بيه يعني واحد على 100 من اللي دفعته. كويس. ونفس الامر حصل مع لاعبين اخرين، مفيش فقط الا مصطفى فتحي، وما كانش جاي من الزمالك مباشره لو خدنا بالنا. او بمعنى صح، ما كانش يعني، هو كان اوكي بعد عدم تجديد عقده، لكن ما كانش اخر سنه في الزمالك لو نتذكر. فاللي عايز اقوله انه لا، يعني انا يعني ما زالت اداره بيراميدز بتعمل كوارث. والكاس اللي فازوا بيه ده هتبقى عايز اقول اللي عايز اقول تبعاته اسوأ بكتير من عدم الفوز بيه. ليه؟ لانه عمل نوع من الغمامه على امام المسؤولين في النادي ومالك النادي على وجه التحديد. عمل نوع من الغمامه، خلى الغمامه دي مش هيشوفها مالك النادي للاسف، لانه خلاص يقول لك ده فزنا ببطوله، ما يعرفش البطوله دي فازوا بيها ازاي، والبطوله دي بعد كام بطوله دخلوا فيها وفشلوا فشل ذريع، ومنها بطولات واهيه جدا وسهله جدا زي بطولتين كاس رابطه، مش فاكر ثلاثه حاجه زي كده، وكؤوس مصر متعدده من بعد ما الاستاذ سليم الشمسي تملك النادي، وغير ثلاث دوريات مختلفه والكلام ده كله. هيبص ليه يفوز بكاس مصر، بطوله ضعيفه للغايه بتتلعب من مباراه في كل دور، والاهلي والزمالك مش موجودين، وما قابلش يعتبر فرق تقيله بمعنى الكلمه في طول مسار البطوله، لان ما فيش اصلا فرق تقيله مع كامل احترامي. مفيش الا في النهائي فقط لما قابل زد، يعني زد الصاعد يا جماعه، زد الصاعد هو اللي بيلعب قصاده في النهائي. يعني ادي ابسط مثل يعني. اوكي. ف آه، فال ال وانا قلتها واكدتها ان بيراميدز مش هيفوز ببطوله كبيره ابدا في ظل وجود الاداره الحاليه، نهائيا نهائيا بمعنى الكلمه. افتكروا اللي قلته عن باريس سان جيرمان، والايام اثبتت كل حرف قلته الحمد لله. عموما فزي ما بقول، نيجي اللاعب الاخر اللي برضه تخلى عنه سامسون اكينيولا. انا شايف ان اللاعب ده ما كانش ينفع، يعني ما كانش يتخلوا عنه. انا شايف اللاعب ده كان لازم يستمر، عارف اجواء الفريق، عارف اجواء البطوله، الدنيا استمرت. انت جايب دلوقتي لاعبين اجانب، طيب لسه هتجرب. اوكي، طب ايه الحكمه؟ يعني اوكي انا لسه هتكلم طبعا عن ارون سالم بروبنزا، واتكلم عن عمر فرج واتكلم، لكن انت كان عندك مكان ممكن جدا تحتفظ بيه اللاعب زي سامسون اكينيولا، اللي هو يعتبر واحد من افضل الموجودين في الفريق الاجانب الموجودين. اوكي مع نضاي انا مع رحيله. ممكن اقول اوكي ناصر منسي، لانه برضه ما لقاش الاجواء المناسبه، رغم انه لاعب متميز بكل معاني الكلمه، لكن ما لقاش الاجواء المناسبه ليه في التالق.
سيف الجزيري يستمر طبعا. آه، يعني حد يقول لي الله، طب ما انت كده هتبقى عندك 4 مهاجمين. لا، انا كنت مع حاجه انا لاحظتها على عمر فرج، ان عمر فرج واضح انه بيجي من تحت بشكل جيد، عنده ملكه جيده للتمرير وصناعه مش هقول صناعه اللعب، بس عنده ملكه حته انه يجي من تحت بشكل جيد، فكان ممكن جدا يكون تحت راس الحربه. وانا شايف انه ممكن جدا يجي منه في الحته دي. طبعا من الفيديوهات اللي انا شفتها، طبعا انا قلت مش باخد بالفيديوهات، لكن الفيديوهات بتديني ارهاصات معينه، وبتديني عايز اقول ايه، امور كده بتلفت نظري. فعمر فرج اللي خدت بالي منه ان اللاعب ده على فكره لاعب عنده امكانيات، عنده قدرات، بيفكرني بعمر خريبين على فكره، اللاعب السوري. عنده سرعه من تحت، فليه ما تستفادش منه وتديله الملكات دي، انه يشتغل من تحت، حاجه اشبه بخالد بيبو. انا عايز اقول لكم الفئه دي قليله جدا 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 موجوده على مستوى الكره العربيه والكره المصريه على وجه الخصوص. فانت ليه ما تستفادش بيه، يجي من تحت وانت عندك مشكله اصلا في الاساس، ودي لسه هاجي لها في التعاقدات، ان انت عندك مشكله اصلا في الجوده اللي موجوده تحت المهاجمين. انت كل اعتمادك على مين؟ كل اعتمادك على زيزو ومصطفى شلبي فقط، هم دول اللي بيقوموا بالشغل كله يعتبر، او غياب واحد منهم بتبقى مشكله كبيره. فانت وبالذات في العمق كمان ما فيش عندك حد متميز. هو زيزو المفروض بيلعب في العمق، لكن انت بتوديه على الجناح واصلا مكانه العمق. لكن حتى زي ما اتفقنا زيزو مستوى هبط، او دلوقتي اهو جاي له عرض. انا كنت جدا مع رحيله بالعرض ده، يعني بدون جدال كان هيفرق جدا جدا جدا، بدل ما تخلي اللاعب ويستمر. وانا ضد ده تماما على فكره، ان اللاعب ذهنيا ونفسيا مش هيكون مؤهل بشكل كامل يدير كل اللي عنده، زائد ان هو ادى كتير في الفتره اللي فاتت، اخد قصاد كده طبعا، اقصد ادى كتير كمستوى ومجهود. خلاص جميل، متشكرين جدا، ونستفاد بالمقابل المادي الكبير جدا جدا جدا. فاكرين اللي قلته عن مالك ايفونا يا جماعه، لما جاله العرض بتاع الصين، اعتقد كان ب 8 مليون، مش عارف حاجه كده، ولا 6 مليون، والاهلي ساعتها شطح في العالي وقال لك عايز 10 مليون يا اما ما يمشيش. قلت العرض ده مش هيتكرر تاني، والايام اثبتت سبحان الله كلامي. الحمد لله، احمد ربنا اشكر فضله، واللاعب رحل بعد كده مش عارف ب 2 مليون ولا كام، وخلاص، والاهلي عادي وكمل وتمام وزي الفل، مفيش اي مشاكل. تمام. فاكرين اللي قلته على الاسماعيلي في العروض اللي جت من بيراميدز وقت ما كان متملك ليه او ملك الاستاذ تركي آل الشيخ، لما قلت ان العروض اللي جت لثلاثه او رباعي الاسماعيلي، وما كانش بيراميدز بس، كان بيراميدز والزمالك اللي نتذكر والاهلي، وكان ساعتها في 5 لاعبين المفروض يرحلوا. قوام مهم في الاسماعيلي، كان الاسماعيلي ما كانش بياخد بطولات، والاسماعيلي ما كانش معاهم يعني اللي مكسر الملعب يعني، لا. وقلت يرحلوا، كانوا هيجيبوا الاسماعيلي وقتها اكتر من 200 مليون، مش في فلوس وبس. قلت وقتها ان يحصل تعاقدات تبادليه، ما يسمى الصفقات يعني، لا ما بحبش الكلمه دي، تعاقدات تبادليه. وكان وقتها جدا الاسماعيلي ممكن يبني فريق على اعلى مستوى، يستمر معاه 4 5 سنين قدام على الاقل، على الاقل كمان، ويعمل معاه يعني يعمل مستويات من اروع ما يمكن، وما سمعوش كلام، وخدوا فلوس كلام فارغ واتصرفت وانتهى الموضوع، والفريق زي ما انتم شفتوا كان في عهد المهندس ابراهيم عثمان. فارجع لي زي ما قلت، فانت عندك مشكله تحت، فعمر فرج استفيد بيه تحت، دي نقطه مهمه بدون جدال. طيب انت يبقى عندك هنا موجود سيف الجزيري، وعندك سامسون اكينيولا، وعندك ارون ساني بروبنس، عندك ثلاثي ثلاثه عند يعني ستايلات، مش هقول مختلفه قوي، بس يعني ممكن جدا تستعين بواحد منهم يدي لك المردود، زائد عمر فرج يبقى تحت راس الحربه. ايه المشكله في كده؟ فانا ما كنتش مع رحيل سامسون يعني. هو سالم بوبينزا يعني شبيه جدا بسامسون اكينيولا في حته القوه البدنيه والجسديه وضربات الراس والكلام ده، لكن سامسون في ميزه انه بيجي من تحت اكتر، فممكن يفيدك برضو في النقطه دي، ان هو بديل كمهاجم بديل يقدر يجي من تحت. دي مش موجوده في ارون سالم بوبينزا، لكن الى حد ما موجوده، يعني موجوده بنسبه جيده في سيف الجزيره. فسامسون ممكن يشتغل لك في الاثنين. كان ممكن ارحيله، انا شايف ان هو يعني ما كانش بياخد مبلغ كبير للدرجه، لكن اوكي تمام. ده بالنسبه لسامسون. طبعا بيقولوا على 2 لاعبين آه، اللي هم اللي جم صور، ما اعرفش برضو ايه حكايه 2 اجانب تحت السن والكلام الفاضي ده يعني. والتجربه اثبتت فشل ذريع. اهو الاهلي شفنا راح جاب اللاعب، تلجه بمعنى الكلمه، اللي هو كريستو، ومشاه بعد كده، وقبله تجربه فاشله تماما تماما تماما. انا ما اعرفش يعني ايه الميزه فيها، يعني انا مش فاهم يعني، اذا كان يعني بتقلدوا الدوري السعودي مثلا، يعني حاجه غريبه جدا. طيب نيجي للاعبين اخرين بيتكلموا على سيف جعفر ان هو يرحل. انا جدا جدا مش مع الامر ده. رحيل سيف جعفر يعني انا شايف انه فشل يعني جديد بعد المره اللي من سنتين لما رحل.
انا شايف اللاعب ده ما استفادوش بيه اصلا. لاعب عنده امكانيات، انت بتدور دلوقتي على لاعبين ولسه بتستكشف لاعبين جداد يجوا بمبالغ. وبعدين عندك اصلا اللاعب اللي تالق في الموسم بتاع بطوله الدوري ولاعب متميز. يعني حاجه غريبه جدا ان كمان اتفاجئ خبر عجيب جدا. بيقول لك انه بيعملوا حاجه زي، اقولها ازاي، يعني زغلله عين لسيراميك كليوباترا، انهم ياخدوا صديق اوجولا قصاد ايه. تخيلوا يا جماعه قصاد ايه، تخيلوا قصاد بيع نهائي، بيع نهائي سيف الدين الجزيري وزناري وسيف جعفر، الثلاثه دول بيع نهائي، واعارات سنه ل اللي هو اسمه ايه ده، نيمار، سيد نيمار، ولاعب اخر من الشباب اسمه احمد محمود تقريبا، حاجه زي كده. وفوق ده كله كمان 15 مليون جنيه. ده انا اسميه ايه ده والنبي؟ حد يرد عليا، اسميه ايه؟ لو على الزناري انا مش مقتنع يعني بجنيه. عشان اكون واضح معاكم، قلت لكم قبل كده انه مدافع على قده جدا، ولقى اثبت كلامي الحمد لله. رغم ان لما جه ده قال لك ده يبقى الونش الثاني ومش عارف ايه وكلام من ده، واول واحد كالعاده الحمد لله احمد ربنا يشكر فضله، كالعاده كالعاده قلت التعاقد عادي جدا جدا واقل من العادي كمان، ولا يليق بالزمالك، والايام اثبتت كلامي. تعالى حضرتك سيف الدين الجزيري فقط فقط. انا بقول ده لصديق الجوله، يعني لو هتعمل تعاقد تبادلي انا اقول لك ده قصاد ده فوقيه كمان الاثنين دول و15 مليون، وكمان اعارات لسيد نيمار. ايه ده؟ ايه التهريج ده؟ حاجه غريبه جدا. صديق اوجولا واحد من افضل الاجنحه، بس انت حضرتك آه كنت فين من سنين قبل ما يروح سيمي كليوباترا وراح ب 30 مليون؟ وانا ساعتها استغربت جدا زي سموحه يتخلى عنه. طلعت اتكلمت في الامر ده في الميركاتو لو فاكرين. استغربت جدا وقلت ازاي، حاجه غريبه جدا. فصديق اوجولا ده لو سمعتوا كلامي الحمد لله احمد ربنا شكر له كالعاده، واستعنتوا بحد زيي، كان الزمالك خده بملاليم. لاعب مؤثر جدا، ومن اول ما جه هو لاعب متميز ومؤثر للغايه. الكلام ده من اول ما جه سموحه، لو نتذكر من اول ما شفته اتكلمت عنه ازاي. طيب انت تخليت حضرتك عن حد لا يقل عن صديق اوجو. لو كان عندك اصلا، وكان عندك انا اسف اللفظ، تاخده وانت حاطط رجل على رجل. احمد بالحاج الواحد من افضل اللاعبين برضو الدوري الموسم ده، تخليت عنه. طب ما هو نفس الكلام، جناح رائع متميز جدا جدا جدا. كان عندك لاعب متميز للغايه رائع اسمه عبد الكبير الوادي، ما فكرتش فيه، وكان بيلعب مع صديق اوجولا برضو في اسمه. تعالى كده، لو حبيت تاخده دلوقتي هتدفع فيه كام؟ ادي العين يا جماعه، ادي العين. عشان لما اتكلمت قلت ان ملف الكوره يبقى في ايد حد زي الاستاذ احمد سليمان ولا الكابتن حسين السيد او كده، خطا فادح. لانهم ما عندهمش العين دي، ما عندهمش القدرات دي، ما عندهمش الامكانيات دي. صحيح الحاجات دي متفرده ومش هتلاقوها في حد اصلا في الكره المصريه، بس على الاقل بيبقى في حد قريب لكده شويه، يعني بيلمس شويه. لكن الاثنين بعاد تمام. ادينا شايفين التعاقدات الكارثيه اللي جابوها في يناير، والمبالغ الرهيبه اللي اتدفعت، كلها نظام زي رماد العين، ان هو نظام ايه، بنلهي الناس بس مش اكتر. وقلت الكلام ده وكان ليا سابقه مدوي الحمد لله، سبقت الجميع بشهور الحمد لله. ف ارجع اقول لك ان كان ممكن جدا لاعبين زي دول تجيبهم باثمان زهيده للغايه. عندك لاعب في الهجوم كان اسمه رشيد احمد، لاعب متميز جدا جدا جدا، وكنت تجيبه بكلام فارغ. فين؟ ما فيش خلاص. رحت تفكر لي في اسمه ايه ده اللي هو بتاع انبي، دبابه ده وانت عندك سامسون نفس الكيفيه، اللي هو اسمه كان اللي هو بتاع انبي، مش متذكر اسمه للاسف. اللي راح ليبيا بعد كده. راح ليبيا يا جماعه، ما فيش نادي بيطلبه في الخليج الا قصدي بره مصر الا في ليبيا. اللاعب قلت اللاعب يعني ما مش الفظيع يعني، ما حاجه غريبه جدا، وكان مطلوب فيه مبالغ فلكيه وقتها، اللي هو بتاع انبي. تمام. فده اللي بيأكد يا جماعه، قلنا على العين اللي بتختار والنوعيه اللي بتختار. كارثه بمعنى الكلمه. فكان عندك بقى لاعب زي رشيد احمد بكلام، يعني يجيبوا كلام فارغ. تمام. ال ال اسمه ايه يا ربي، اللي هو اللاعب الرائع اللي انت خرجته وراح بقى هداف الدوري، او احد هداف الدوري. وعلى فكره انا بعتبره هداف الدوري فعلا، لان ده بيلعب فين يا جماعه؟ ده بيلعب في البلديه. مع كامل احترامي، بيعملوا كام فرصه كل مباراه. نسبه النجاعه بتاعته قد ايه اللاعب ده؟ على سبيل المثال، اللي بيخدموا عليه كام واحد، جودة موجودة قد إيه تحته أو حتى جنبه أو في الفريق عامةً. الحاجات دي تتقاس المفروض، قُلتها قبل كده كتير جدًا. مش لاعب متصيّط كل الدنيا بتخدِّم عليه وبيلاقي كور هنا وهنا وهنا وعلى راسه وعلى رجله وعلى فخده وعلى تمام. أهدافه سهلة جدًا، جدًا، جدًا. مش سهلة يعني اللي هو سهلة يعني هو بيسهّلها، لأ هي سهلة أصلًا. سهلة إن هي في أماكن تبقى سهلة، أماكن مفتوحة، الباقيين اللي حواليه بياخدوا عيون اللاعبين اللي حواليه، فالدنيا بتتفتح له وثوابه عالي طبعًا. ما قُلتش اللاعب سيء، بس مش اللاعب الخرافي يعني. مش اللاعب الخرافي. هات وسام ابو علي حطه في نادي متوسط او نادي فوق متوسط وشوفه وقارنه. هو ده الراكي يا جماعه، ده راكي النجاح.
فانت حضرتك تجيب حسام اشرف. حسام اشرف ده الحمد لله احمد ربنا شكر له احد اكتشافاتي المدويه، ولما خرج ما كانش حد بيعرف اصلا مين حسام اشرف. اقسم بالله لو كنت وقفت 10 في زملكاويه في الشارع قلت حسام اشرف مين، ما حدش كان يعرفه الا واحد او اتنين من كل 10 يعرفوا. ما قلتش يعني حتى يقول لك ده مميز او غير مميز او كلام من ده. كان كله بيتكلم وقتها على اسامه فيصل لو نتذكر. اسامه فيصل هو كان قبل ما يرحلوا الاثنين كان هو اللي دايما بيلعب. حسام اشرف كان مهمش تماما، وطلعت واكدت وقلت ده الافضل وده الاحسن وده يكون اللي بيتكلموا عن مصطفى محمد. انا بقول لك ده افضل من مصطفى محمد. تمام، اهو الايام اثبتت وراجع، بس على الله ياخد فرصه. انا بقول لك ده افضل لاعب، هيبقى واحد من افضل اللاعبين، مش افضل، لا هو افضل مهاجم مصري مع احمد ياسر ريان. وقلت ناصر منسي، بس ناصر منسي مستواه هبط بسبب الزمالك. والايام بينا والايام هتثبت لكم ان دول هيبقوا مهاجمين اساسيين منتخب مصر بعد كده. تمام. طيب فزي ما بقول، وفي حسام حسن كمان لاعب جيد، وعلى فكره الكلام اتقال انه ممكن جدا ياخدوا حسام حسن. انا جدا مع التعاقد ده، بس خلاص هو انتوا اصل مش تكديس يا جماعه. انتوا خلاص جبتوا ارون سامبي وبنزا وحسام حسن الاثنين اسطمبه واحده، ما ينفعش. خلاص ما دام ارون سامبي وبنزا جه، وانا كنت جدا مع حسام حسن مش ارون سامبي وبنزا. هو لاعب متميز طبعا، ولسه هجيله واتكلم عنه لان ده كان من اكتشافاتي الحمد لله احمد ربنا وشكر فضله من سنين. واكيد لما ايام ما كان في تركيا وكنت بعمل بينه وبين مصطفى محمد مقارنه لو فاكرين. واكيد اللاعب ده لاعب متميز جدا وما كانش حد يسمع عنه اصلا. كان كل وقتها ساعتها كله بيعرف ملك ايفونا وبيعرف اوباميانج فقط، محدش كان يسمع عن سالم بوبنزا. واكدت وانا فاكر في احد كؤوس افريقيا ما تمش اختياره تقريبا او كان موجود بس ما لعبش. واكدت اللاعب ده متميز جدا ولازم ياخد فرصه، والايام اهو اثبتت كلامي الحمد لله. هو بس بعيد عن الهفوات والكلام ده والمشاكل الذهنيه والحاجات اللي سيبنا من القصه دي اللي كان بتكلم فيه، هي مهمه طبعا لكن اقصد ان بتكلم في المستوى دلوقتي. تمام. فانا باكد ان حسام حسن انا شايف انه التعاقد معاه كان اجدى من سالم بوميز، انه هيكون ارخص وهيكون افضل بكل المقاييس. طيب طبعا الزمالك تعاقد مع اول تعاقد ليه كان مع اللاعب محمود بنتايج، اللاعب اللي هو المغربي. وانا يعني لسه ما شفتش للاسف ليه اي حاجه، اشوف حتى ليه اي لقطات او حاجه واحكم لكم عليه طبعا. لكن انا بقول انه يعني برضه الزمالك ماشي باسلوب رد الفعل ما زال. يشوف التجربه المغربيه نجحت هات من المغرب، التجربه الفلسطينيه نجحت هات من فلسطين. وخلوا بالكم كلمه نجحت دي كلمه مطاطه، ممكن تكون نجحت رقميا لكن ما نجحتش فعلا كاداء ومستوى. لكن زي اسامه ابو علي انا شايف ان هو مش المستوى الخرافي يعني، لكن هو رقميا نجح. اوكي. لكن لما تمسك كده قصه رقميا حصلت ازاي هتفهم. زي ما اتفقنا زي ما قلت لكم من شويه، اللي حواليه كلهم الاجواء عامله ازاي، واللي حواليه بيخدموا عليه قد ايه وبياخد وقت لعب كتير جدا قد ايه وهكذا. وعنده امكانيات اللعب ما قلتش لا طبعا، بس مش المستوى الخرافي يعني. تمام. فزي ما قلت لما اشوف محمود بن تايك هقدر ان انا احكم لكم عليه. لكن هو لحد دلوقتي دي تعاقدات، اعتقد في حاجه تاني. اعتقد ما فيش حاجه تاني لحد دلوقتي، لكن الكلام على رجوع مصطفى فتحي طبعا مكسب كبير جدا جدا. ولسه بقى دي النقطه المهمه جدا، انت حضرتك بتعمل حاجه اسمها غزاره في الانتاج وسوق في التوزيع. حضرتك جايب كله مهتم بالمهاجمين مهاجمين مهاجمين وسايب المنطقه الاساسيه والاهم اللي هي منطقه تحت راس الحربه اللي هي تحت من الدايره، انا اسف، من بعد الدايره. ومنطقه الدايره نفسها عندك فيها مشكله كبيره، انت ما عندكش فقط الا اللاعب المتميز حقيقي حقيقي. اللاعب المتميز جدا اللي فعلا انا بقول واحد من افضل لاعبي الدايره اللي هو شحاته. حقيقي اللاعب ده فعلا مكسب بكل معنى الكلمه، اعتقد هو المكسب الوحيد فيه، او مش الوحيد يعني، مكاسب قليله في انتقالات اللي حصلت الموسم اللي فات. فشحاته. طب عندك مين تاني؟ انت تخليت عن لاعب متميز جدا وهو عمرو السيسي. لو كان شحاته وعمرو السيسي كان الامور اختلفت تماما. دونجا قلنا يا جماعه مش لاعب ديفندر، لاعب دايره متقدم او لاعب دايره هجومي، عشان اللي بيتكلم عنه واللي عمال يقطع في فروته. انت جايبه على اساس ايه؟ دي المشكله. دونجا لاعب دايره متقدم او هجومي. ولو فاكرين ايام ما كان موجود في فرقته كان جنبه مين؟ كان جنبه مهند لاشين لو نتذكر. تمام. فمهند لاشين كان بيقوم بالشغل اللي هو بتاع الديفندر، وهو كان بيشتغل في الشغل اللي هو المتقدم او الهجومي زي ما ذكرت. حط اللاعب في مكانه عشان تقدر تاخد انتاج منه صحيح. طيب دلوقتي مشكلتك ان ما عندكش غير محمد شحاته اللي يعتبر ديفندر بمعنى الكلمه. هتضطر تبدا تنزل لاعبين زي دونجا او غيره. كان وقتها طبعا اللاعب اللي راح اللي انا برضو شايف انه لاعب ما تمش استفاده منه، ولاعب متميز بكل المقاييس اللي هو رؤى. وانا شايف اللاعب ده، انا شايف تغيير الاجواء مهم جدا بالنسبه له. وانا شايف انه في فرق ممكن جدا تستفيد بامكانياته المتميزه بشكل عام يا جماعه. وطبعا نيمار برضو احد اللاعبين اللي ما تمش استفاده الامثل من الزمالك منه. لاعب جيد بكل المقاييس. انا شايف انه افضل، قلتها كتير جدا، يلعب زي علي معلول. اديله الاريحيه، خليه يلعب هجومي، اشتغل بيه هجوميا، هيفرق جدا. لاعب عنده امكانيات
بكل المقاييس، حرام ان انت تحبسه في منطقه الباك الدفاعي. بالنسبه لي الزمالك على فكره فيه ثغره كبيره جدا جدا ما حدش خد باله منها لحد دلوقتي، وده من اعجب الاعاجيب. تخيلوا ايه يا جماعه، ثغره اخرى يعني غير طبعا يعني بس دي يمكن اكتر كمان، قلب الدفاع. تخيلوا الزمالك ما عندوش قلب دفاع مميز بعد رحيل محمد عبد الغني اللي كان خاطئ تماما تماما. الونش اصابته، اللي هو برده مش اللاعب الفذ والخرافي للدرجه، وعنده هفوات واخطاء، لكن هو الافضل في الزمالك بكل المقاييس طبعا. كان بعد محمد عبد الغني قلت الكلام ده. حضرتك بتعتمد على حسام عبد المجيد اللي كارث، يعني كوارثه لا تعد. واللي هو بدأ الأمر، يعني حتى الزمالكاويه نفسهم بينتقدوه بشكل كبير جدا بعد ما كانوا يعني بيتكلموا عليه أحسن، كان يقول لك إبراهيم يوسف الثاني وحاجات كده. وأول حد الحمد لله والوحيد اللي قلت على مستواه وإمكانياته كنت أنا الحمد لله، والأيام أثبتت. الكلام ده في عز الفوز بالدوري، لما قلت ان لاعب علاء محدود القدرات وعنده هفوات كبيره جدا ولازم الزمالك يعمل تدعيم وهو يكون بديل. شوفوا قلت الكلام ده والزمالك واخد الدوري، وكان وقتها بيتقال ان هو واحد من الرباعي ولا الخماسي اللي كان سبب رئيسي في الامر ده، وقلت الكلام ده مش صحيح نهائيا. وان لما الزمالك خد الدوري عشان في تألق لاعبين اخرين هو اللي فرق جدا في الوقت ده. لكن قلت يا جماعه هفواته كارثيه، والدوري اللي خده الزمالك مش هيبين ده، كان دوري وكاس على ما اتذكر. والايام اثبتت كلامي، هفواته ملهاش مثيل يعني بصراحه ملهاش حل. فده اللي بيكون، انا قلت حتى يكون بديل مش بديل بس. فقلت ان لازم الزمالك في اسرع وقت كان لازم يتعاقد مع قلب. هو دلوقتي بيتكلموا على محمد اسماعيل، اللاعب اللي هو بتاع زاد، واللي كان في انبي على ما اتذكر. طب يا جماعه يعني انا والله العظيم هتجنن. على فكره انا شفته، انا قلت لكم انا شفت مباريات الدوري عدد لا يعني ما يتعدش على صوابع الايد الواحده. زاد ما شفتهمش يمكن مباراه اتنين على بعض. فشفت مؤخرا مباراة زد، اعتقد كانت في الكاس باين، تقريبا شفت جزء من المباراة. انا شفته لاعب يعني مش عارف ايه اللي فيه يعني يخلي الزمالك. حد يقول لي ما هو ممكن في المباراة دي مش موفق او غيره. يا جماعة انا قلت لكم انا ليا عين مختلفة، انا مش ببص على لاعب بشكل تقليدي زي اي حد، لا انا ليا الحمد لله معايير وحاجات كده معينة يعني بتعرفني امكانيات اللاعب على المدى البعيد، سواء في الوقت الحالي او على المدى البعيد. محمد اسماعيل يعني انا شايف انه امكانياته جيد وافضل من حسام عبد المجيد وكل حاجه، لكن مش اللاعب اللي يشيل الزمالك. لا طيب اقول لكم بقى مفاجاه يا جماعه، ان في اللاعب ده انا لو موجود في اداره التخطيط في الاهلي سوري في الزمالك، او يعني مسؤول عن تعاقدات، في لاعب انا شايفه افضل من محمد اسماعيل بكل المقاييس. انتوا عارفين يعني ايه كلمه انا اقول انا شايفه، يعني مش مجرد كلام ولا وجهه نظر، الحمد لله دايما كلامي بيطلع صح. محمد اللاعب اللي هو احمد العيش مش مصطفى العيش. مصطفى العيش لاعب جيد على فكره، عنده كان ده اخوه. مصطفى العيش بتاع غزل المحله اللي راح زاد، واللي بيلعب جنب محمد اسماعيل واحسن من محمد اسماعيل نسبيا. لكن في اللي احسن من الاثنين، في اللي احسن من الاثنين طبعا. ما اعرفش ايه حالته البدنيه دلوقتي للاسف، انا ما شفتوش كويس في خلال السنه اللي فاتت. اللاعب اللي كان في الاهلي اللي اسمه احمد العيش، اللي اعتقد كان في اسماعيل ابو قير او كان في نادي درجه تانية والاهلي خده، كانت عنه وقتها ولفت نظري جدا. وقلت اللاعب ده لازم يستمر، ولاعب عنده امكانيات ومميز، والاهلي كالعاده تخلى عنه. اللاعب ده انا بقول انتظروه يا جماعه، انتظروا اللاعب ده في الزمالك. ان راح تمام، حتى ان فرضنا وصغير مش يعني 27 28 سنه تقريبا. طيب ما كانش اوكي متاح، يبقى اخوه مصطفى العيش الاثنين افضل من محمد اسماعيل. يعني انا مستغرب بصراحه. وهو الزمالك يعني شفنا يعني زناري وادي حسام عبد المجيد وبتاع، لا في مشاكل كبيره. فالنقطه دي مهمه جدا برضو، منطقه حراسه المرمى. انا جدا مع عدم التجديد لمحمد صبحي. محمد صبحي تحس كده فاقد التركيز تماما. اصلا هو مش الحارس الفذ اساسا، مش الحارس اللي يشيل نادي زي الزمالك، يعني مع كامل احترامي يعني حسين السيد وعبد الواحد السيد ونادر السيد، مجموعه السيد ما شاء الله، والحراس اللي على المستوى. انا عجبني الحارس الجديد الاخير ده، ولو انه يعني محتاج بس شويه انه يعني ياخد نوع من هقولها لكم ازاي يعني اللي هو ايه تقل شويه، يعني محتاج ياخد تقل شويه، هيبقى حارس متميز بمعنى الكلمه. اللي هو مش فاكر اسمه ايه، الشناوي اسمه محمود الشناوي الحارس الجديد ده. انا شايف ان لازم الحارس ده ياخد فرصه جيده، فانا شايف انه كافي قوي الزمالك يعني عواد كافي قوي مع الشناوي يكون هم الحراس الاساسيين. انا شايف ده الافضل. انا شايف محمد صبحي يعني يعني مش مركز، والفلوس اللي بياخدها والعقد بتاعه انا اعتقد ممكن جدا يتحط فيه حاجه يعني في لاعب اخر. اوكي. آه، يعني ده باختصار، يعني انا حبيت اتكلم دلوقتي بشكل مختصر عن التعاقدات، وفي كلام على لاعبين اخرين بيتكلموا على مدافع
برضو في نادي في الدوري المصري لسه برضو ما وضحش الامور، الجونه تقريبا. وانا برضو ما تابعتوش للاسف، لكن برضو هتبان الامور الفتره اللي جايه. حابب اتكلم على المتاح دلوقتي واللي تم. بحذر تاني، الزمالك محتاج جدا جدا لاعبين في منطقه الدايره، ديفندر بالتحديد، ومحتاجين لاعبين قدام الدايره. محتاج لاعب او اتنين على الاقل تقدير مع الرجوع. عمر فرج ممكن جدا طبعا، حسام اشرف دلوقتي موجود، وارون سالم بوبينز موجود، وعدم التخلي عن سيف الجزيري. حتى لو انت هتجيب صديق اوجولا، لا، سيف الجزيري ما يمشيش. ده يعني ده تهريج بجد. ممكن جدا يكون قدام لاعب زي ناصر منسي، ماشي اوكي الامور ماشي. لاعبين اخرين مثلا، لكن في حدود، ما يبقاش صديق اوجولا قدامه. يعني تعاقد عجيب يعني بصراحة. لاعب متميز بكل المقاييس، لكن انت تقدر تجيب، انت ممكن جدا تجيب احمد بالحاج مرة تانية مثلا. عندكم لاعب زي القندوسي، يعني طبعا هو صعب طبعا لانه لعب في الاهلي، بس هو ما لعبش فعليا يعني. لكن ايه المانع ان انت تجيب، يعني الاهلي ما بيعمل الحكاية دي عادي. لكن انت تقدر تعمله ان انت تكلم اللاعب ان هو ممكن هيبقى عنصر اساسي مهم جدا جدا، ويفرق قوي قوي في الزمالك، والايام هو اثبتت الحمد لله. لما قلت القندوسي لاعب متميز جدا والاهلي خسره، والايام اثبتت الحمد لله. ما اعرفش ايه حكايه الاهلي مع الجزائريين، يعني امير سعيود الاهلي خسره جدا، واللاعب تالق في كل مكان راح. ودلوقتي دخل منتخب الجزائر وتاخر جدا جدا في الاستدعاء ده. لاعب متميز جدا جدا جدا، والاهلي ان كان استمر في اللاعب ده كان بقى اصبح ايكون بمعنى الكلمه. قندوسي لاعب مهم جدا، قلتها واكدتها، ولكن مكانه مش في الاهلي. انا بقولها وباكد للمره الثانيه، لاعب مش متقدر تماما، ومش عارفين امكانياته وقدراته. بس ده بشكل مختصر، وان شاء الله اشوفكم في حلقات قادمه باذن الله، واتمنى يا رب الحلقه تنزل في اسرع وقت. اتمنى ان شاء الله باذن الله. اشوفكم على خير.